السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. رحب مسؤولو النادي الأهلي ببيع إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق بعد انتهاء كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا بشرط تلقي عرض مناسب للاعب. وأكد كريم حسن شحاتة أن هناك موافقة من إدارة النادي على بيع عاشور حال وصول عرض مناسب، لكن بعد المشاركة في البطولة. وأوضح أن هذه المعلومات ليست معلنة رسميا، ولكنها مستندة إلى مصادره ومعرفته بما يدور في الكواليس داخل النادي. وأشار شحاتة إلى أن عاشور واجه العديد من المشكلات مؤخرا سواء داخل النادي أو خارجه، وأن مستواه الفني قد تراجع بشكل ملحوظ، مما دفع النادي الأهلي إلى التفكير في بيعه حال تلقي عروض خليجية جيدة بعد كأس العالم. يذكر أن الأهلي قد أعلن تعاقده مع إمام عاشور في يوليو 2023 قادما من فريق ميتيلاند الدنماركي دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة. وفي الوقت ذاته اقترب حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من العودة إلى النادي بعد رحيله إلى الاتحاد السكندري واعتزاله مؤخرا. وأكدت مصادر صحفية أن إدارة الأهلي لا تمانع في عودته لتولي أحد المناصب، نظرا لأنه كان من كباتن الفريق في السنوات الماضية. رحل عاشور عن الأهلي في موسم 2020 بعد انتهاء عقده لينتقل إلى الاتحاد السكندري، ومع ذلك اشترطت إدارة الأهلي أن يتقدم عاشور باعتذار إلى مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب للموافقة على عودته، تنوي الإدارة توفير منصب له في قطاع الناشئين حال تقدمه بالاعتذار. وكان حسام عاشور قد أصر على الاستمرار في الملعب بعد مغادرته الأهلي عام 2020 رغم رفض المدرب السويسري رينيه فايلر له بسبب عدم اقتناعه بمستواه الفني. كما رفض عاشور عرض النادي بالاعتزال داخله وإقامة مباراة اعتزاله مع فريق كبير، مفضلا خوض فترة معايشة في أحد الأندية الأوروبية وتولي منصب داخل النادي. رد أكرم توفيق على بيراميدز بعد العرض التاريخي. هل وقع؟ حسم أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر موقفه من مفاوضات إدارة فريق بيراميدز معه للحصول على خدماته في صفقة انتقال حر. أكرم توفيق يتجاهل عرض بيراميدز الخيالي وينتظر زيادة قيمة عقده الجديد مع الأهلي. وعرضت إدارة بيراميدز على أكرم توفيق الحصول على عرض يتجاوز 50 مليون جنيه شامل مكافأة التوقيع، وذلك حال الانتقال إلى الفريق السماوي في بداية الموسم. ويرفض أكرم توفيق إغراءات فريق بيراميدز للتواجد ضمن صفوفه في صفقة انتقال حر، حيث تمسك بالاستمرار مع النادي الأهلي في الفترة القادمة. ويترقب أكرم توفيق إنهاء ملف التجديد مع النادي الأهلي، وذلك عقب عودة الفريق الأحمر من قطر لخوض كأس انتركونتيننتال. ويعتبر أكرم توفيق من العناصر الهامة والأساسية في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، ولكن هناك بعض الخلافات في ملف تجديد عقده. ويرغب النادي الأهلي في زيادة عقد أكرم توفيق إلى 12 مليون جنيه في الموسم الواحد، ولكن يرغب اللاعب في زيادة العرض ليصبح ضمن عناصر الفئة الأولى بالفريق. ويجيد أكرم توفيق المشاركة في مركز الظهير الأيمن وخط الوسط، وهو ما يمنح المدير الفني العديد من الحلول في المستطيل الأخضر. وتحدثت تقارير إعلامية عن قيام أحمد توفيق شقيق أكرم توفيق بقيادة مفاوضات انتقاله إلى بيراميدز، ولكن حتى الآن هناك تمسك من جانب لاعب القلعة الحمراء بخطوة البقاء والتجديد مع الفريق في الفترة المقبلة، ورفض إغراءات الفريق السماوي بشأن التوقيع في انتقالات يناير والانضمام في بداية الموسم الجديد. ومن المقرر أن يكون هناك جلسة حاسمة بين محمد رمضان المدير الرياضي في صفوف النادي الأهلي مع أكرم توفيق، وذلك من أجل حسم ملف تجديد عقده، وذلك عقب انتهاء رحلة الفريق الأهلاوي إلى قطر لخوض منافسات كأس انتركونتيننتال. وينتظر النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر مواجهة الفائز من لقاء بوتافوغو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي يوم 14 من ديسمبر الجاري، وحال الفوز سوف يلعب المارد الأحمر نهائي تاريخي ضد فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك يوم 18 من ديسمبر.